ورحمة الله وبركاته. صباح العسل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة، صباح القرص الطرية. لا مش قرص طرية، هي دي قرص ايه؟ قرص ناعمة، قرص اللفران، نواعم بتاع اللفران. بصي يا منى، بص بسم الله ما شاء الله عليها، ناعمة وعاملة ازاي؟ ناعمة وطرية وايه، تحفة 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 تحفة. كل ده من نص كيلو، نص كيلو دقيق، وكوباية الا ربع سمنة، كوباية الا ربع ايه، لبن. وكلها مقاديرها بسيطه وحاجات من عندنا من البيت واي حاجه كده نمشي بيها بالليل بقى واحنا قاعدين كده محتاجين كوبايه شاي سخنه بالنعناع او بالحليب، كل واحد بقى وعلى قد ما بيحب يشرب شايه. وقرصتين دايبين وحلوين وجمال. بعدين الحاجه بقت غاليه فلازم نعمل ايه، حاجات خفيفه. صباح الورد عليكم، صباح الياسمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك. الف صلاه يا حبيبي يا رسول الله. متنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. تعالوا اقول لكم على المقادير. بس يا حبايبي اقول لكم على مقادير القرص الناعمه ايه. حبايبي مقادير القرص الناعمه الطريه اللي انتوا شفتوها، ناعمه دي بتاعت النواعم بتاعت الافران. بسم الله، افران سهله وخفيفه خالص. 3/4 كوبايه ايه سمنه، 3/4 برضو كوبايه لبن. ده بصي مقاديرها سهله وخفيفه. نص كيلو دقيق، هحط معلقتين نشا، طبعا هحط معلقتين النشا اشيل بدالهم ايه معلقتين دقيق، معلقه بيكنج باودر صغيره، معلقه خميره، رشه ملح، 3 معالق سكر. هنسمي الله، هنقول بسم الله. السكر والخميره مع بعض، كل بصي ده سهله. بسم الله. برضو اللبن يعني كوبايه ناقصه شويه كده، اللي هي المجات اللي هي بتاعت بسم الله. رشه فانيليا صغيره كده، انا والله ما كنتش عايزه احطها يعني عادي، ريحه السمنه البلدي بصراحه تحفه. دوبناها طبعا، نخلين نص كيلو دقيق وحاطين بدالهم، شايلين معلقتين دي وحاطين معلقتين نشا تاني. بسم الله. مقاديرها سهله وخفيفه. هنقلبهم كلهم في بعضهم. بسم الله. هلمها بس بالمعلقه كده وهعملها كده. بصوا يا بنات عجينتها طريه ازاي، هي الرخامه عاليه على ايدي فمش هقدر احتفل، وبعدين مني انا احطها في بصوا يا حبايبي عجناها. حبه سمنه كده على وشها، هنحطها ايه مغطاها بكيس بلاستيك نص ساعه كده وتكون خمرت، على ما نشطب المطبخ تكون هي ايه خمرت. حبايبي ده عجينه خمرت اهي، ريحتها تحفه، وانتوا بتعملوها كده ريحتها بسم الله. على فكرة الإضاءة ظلمها. احنا الإضاءة عندنا وحشة جدا. بص العجينة عاملة ازاي، ملبن تحفة تحفة تحفة. يعني طبعا احنا رخامتنا نظيفة وزي الفل. انا بغسلها بالخل بالسلكة كده وبالخل وشوية برد. بسم الله. عشان تبقى ايه، هنقطعها طبعا حتت صغيرة، هنعملها كده. هنحاول طبعا نبقى نظرية برضه يعني نظرية يعني نبقى قد بعضيها. نزلي دي شوية. قد الليمونه المتوسطه كده. هنرصها بقى في صينيه كده نضيفه. لما هرصهم كلهم كده بصي يا بنات، لازم تعملوها، لازم تخلي وشها ناعم. ممكن نحشيها على فكره، ممكن نحشيها ايه، جوز الهند وزبيب وسكر، وممكن نحشيها سكر وقرفه، ممكن نحشيها عجوه، ممكن نحشيها ملبن، اي حاجه. بس انا مش هحشيها اي حاجه خالص، انا هعملها ساده. هي مسكره ودايبه وهتبقى حلوه ان شاء الله، مش هتحتاج ان شاء الله اي حاجه. هنخلصهم كلهم ونرجع لكم. قطعناهم بسم الله ما شاء الله اهم جم، يعني يعتبر صاجين. هنعملها ازاي، هنحطها كده بكفي ايدك بس بكفي بس كده كده بس.
تبقى كيوت كده. يا دوب مش هنعمل لها يعني ايه، مش هنخليها رفيعه قوي، يا دوب بكف ايد كده وننزلها عشان تبقى عاليه كده ومرفوعه وجميله. هنحطها كده ونسيبها نص ساعه وبعدين ندخلها. خلاص اهي خمرت، هروح احطها في الفرن بقى درجة على حرارة. درجه حراره 200. طيب. بسم الله ما شاء الله. بس يا حبايبي ده الشكل النهائي بتاع القرص التحفه الجميله ما شاء الله. هو طبعا دول مش كلهم، ده العيال كلوا، ما طلعوا تقريبا 38 قرص حاجه زي كده. بس اللهم صل على النبي عليه، العيال كلوا منهم بسم الله ما شاء الله. والله طعمه تحفه وجميل. ويعني عايزه اقول لكم بصوا دايب دوب كده، بصوا جميله مع كوبايه شاي بالنعناع. ويلا بينا ايه ناكل منه. بصوا بقى يعني لازم نعمل حاجات كده سخنه للعيال الايام دي. نعمل حبه قرص، نعمل شويه منين، نعمل اي حاجه. هنعك عك كتير الايام اللي جايه ان شاء الله. صباح العسل عليكم، صباح الورد، صباح الياسمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.